أنا دائما أنصح طلابي الغربيين الذين يأتون المدينة، قل يا أخي من الآن تعلم مهنة، تعلم صنعة، أي صنعة. لما تقرأ سير السلف تجد الحلواني والسكري والخلال والزيات والسمان ما هذه البزاز هذه مهن ما كانوا يأكلون من كسب العلم، لا، ما يقبلون كسبا للعلم، كانوا يعملون ويتعلمون ويعلمون، يعملون للكسب، يتعلمون ويعلمون للأجر والثواب. أما اليوم بالذات في الغرب، لأنهم نظروا قال والله احنا الآن لو درسنا حتى في كلية هندسة ما نجد شغل، أسهل طريقة تعلم علم شرعي وخلاص تصير شيخ وتصير إمام مسجد يعطوك مبالغ ويعطوك. هذا غلط، هذا غلط، ليس صواب. أنت ما تعلمت العلم لتتكسب دنيا، تعلمت العلم لتنجو في الآخرة. فتعلم صنعة، أي صنعة، وليس عيبا، ليس عيبا. الأنبياء كلهم رعوا غنم، ورعي الغنم اليوم ما تجد أحد ذو مكان يرعى غنم، لأن الناس من جهلهم يظنون أن هذه مهنة حقيرة. عرفت كيف؟ لكن الأنبياء كلهم رعوا الغنم، كلهم كانوا يعملون. داود كان يعمل، وغير ما يعني هناك قليل لما يعملون مثل سليمان لأن الله فتح عليه، لكن الباقي كلهم يعملون. حتى سليمان في صغره قبل أن يفتح الله عليه عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورع الغنم، إلا ورع الغنم. فلذلك يجب أن تتعلموا مهنة، أو تفتح متجر ولو صغير بقالة، أو على الإنترنت متجر على الإنترنت تبيع وتشتري، يكون كسبك، يكون كسبك، لا يكون تجعل كسبك من علمك، لا، هذا غلط، هذا غلط.